التعامل مع النصوص في مكتبة بندس. احنا عارفين ان بايثون بيتعامل مع السترنج بشكل كويس جدا، لكن بندس ممكن تتيح لنا دوال تخلينا نتعامل مع السترنج بشكل كويس هي كمان. طيب، بنكتب ازاي سترنج بمعلومية المكتبة بندس؟ ببساطة بكتب اسم اللايبراري بتاعتي واقول له دوت سيريز، واقوم قايل له اوف داتا، حيث داتا هي السترنج نفسه اللي انا عايز اتعامل معاه. وبعدين بقول له دوت str او string، وبعدين بقول له دوت الداله اللي انا عايزها من الداله اللي اسمها string دي. عندي دوال كتيره جدا 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 اتعاملنا مع بعضها قبل كده، بس كنا بناخدها بطريقه تانية وهنتعامل معاها دلوقتي ان شاء الله. بس هنشوف ازاي بستدعيها من الداله او الامر اللي اسمه str او string، اللي هو موجود في الداله اللي اسمها series اللي هي موجوده في المكتبه اللي اسمها pandas. بعد كده عشان نشوف مثال هقول له import pandas as bd. ببدأ استدعي المكتبة بتاعتي عشان هحتاج منها بعض الدوال والأوامر اللي احنا هننفذها دلوقتي. بعد كده بعرف متغير اسمه data. data ده عبارة عن list. الليست دي عناصرها بالشكل اللي قدامي ده: بيتر، بول، ماري، 15 ومسافات فاضية. عملتها كده ليه؟ عشان أشوف مدى تأثير الدوال اللي أنا هقولها دلوقتي على هذه الليست أو على عناصر هذه الليست. بعد كده بقول له برنت بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج. ده اللي احنا قلناه دلوقتي. أنا عايز دالة معينة تتعامل مع السترينج بس من خلال هذا الأمر، وليس السترينج العادي اللي احنا اتعاملنا معاه قبل كده. فأقول له بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج، وقمت قايل له دوت لينس. فاكرين الامر ال اي ان اللي هو لينس؟ كان بيقول ايه؟ كاني بقول له انا عايز اللينس بتاع كل عنصر داخل الليست اللي انا مديها لك دي. بس ناخد بالنا في الحاله بتاعتنا دي هيديني طول كل عنصر فعلا، بس في شكل جدول، وهيديهم كمان اندكس. العنصر الاول هياخد صفر، العنصر الثاني واحد، العنصر الثاني اتنين، وهكذا. السبب عشان انا مستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ سيريز، وسيريز ده عباره عن متسلسله مفهرسه. كويس جدا. تحت بقى اقول له بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج دوت ستارت ويز، وقمت مديها بي سمول. هنا بسأله هل السترنج بتاعي بيبدأ بحرف بي سمول ولا لا؟ فهو هيروح على كل عنصر من عناصر الليست ويشوف هو بيبدأ بحرف بي سمول ولا لا. لو بيبدأ ببي سمول هيقول لي ترو، غير كده هيقول لي فولس. بعد كده بقول له بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج اوف اندز ويز واي كابيتال. هنا بسأله هل كل عنصر من عناصر الليست بينتهي بواي كابيتال ولا لا؟ بواي كابيتال ولا لا؟ وزي ما احنا عارفين في الحالة بتاعتنا دي مفيش غير فقط ماري هي اللي بتنتهي بواي كابيتال، وبالحالة دي هيحط له مكانها ترو. ولما نيجي نرن الجزء ده من الكود هيقول لي والله انت كنت عايز اول حاجه اللينس بتاع كل عنصر من عناصر الليست، فانا اديته لك اهو يا عم. بيتر كان 5 احرف وبديله اندكس. ليه؟ لان انا بستخدم الامر سيريز فالاندكس بتاعه كان زيرو. بول برضو كان من اربع احرف، وماري كانت 4 احرف و15 حرفين او 2 كاركتر يعني، ومسافتين فاضيين، ودي كان ترتيبها الرابع في السيريز بتاعتي. بعد كده بقول له هل كل حرف من الاحرف دي بيبدا ببي سمول؟ فقال لي والله بيتر يس، فاداني ترو. اما الباقيين كلهم مش بيبدا في ببي سمول، فاداني فولس. بعد كده اقول له هل كل عنصر من ده بينتهي بواي كابيتال؟ فيقول لي والله بيتر لا، فاداني فولس. بول لا، فاداني فولس. لكن ماري فعلا بتنتهي بواي كابيتال، فاداني ترو. والباقيين اداني ايه؟ والباقيين اداني فولس، زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. طيب تعالى ناخد مثال تاني. بقول له import pandas as bd. جميل. وعرفت برضو متغير اسمه داتا، وحطيت فيه مجموع عباره عن ليست، وحطيت فيها مجموعه العناصر اللي انا حطيتها قبل كده. وبعد كده بقول له print
بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج ماشي. وبعد كده بقول له ايه دوت فايند اوف تي سمول. هنا بقول له روح على كل عنصر من عناصر الليست وشوف ترتيب حرف التي سمول ده في العنصر ده، وشوف ترتيب حرف التي سمول في العنصر ده. وما ننساش قلنا قبل كده الامر فايند لو راح وما لقاش اللي بيدور عليه بيدينا ايه؟ ايوه بيدينا -1. يبقى في الحاله دي هروح في كل عنصر من العناصر دي وشوف ترتيب التي سمول ويقوم راجع لي ترتيب الايه التي سمول. لو ما لقاهاش يديني -1. برضه بقول له بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج ار فايند اوف اي كابيتال. الامر ار فايند هنا بقول له دور من ناحيه اليمين، دور من ناحيه اليمين على حرف اي كابيتال. وعلى الرغم انه بيدور من اليمين الا انه بيديني الترتيب الطبيعي بتاع الحرف من الشمال. وبالتالي لو راح وما لقاش حاجه برضه هيديني ايه؟ هيديني -1. اما لو لقاها فهيديني ترتيب الحرف ده من ناحيه الشمال. وفي الحاله دي لما اقول له رن الجزء ده من الكود هيقول له والله بالنسبه للامر فايند اللي هو الجمله الاولانيه دي هيروح يدور على حرف التي في العنصر الاولاني هيلاقي بيتر ترتيبه 2 لان هو العنصر الثالث في الكلمه. اما بول ما فيهاش فاداني -1، ميري ما فيهاش اداني -1، 15 ما فيهاش اداني -1. وهو اصلا بيفهم المسافه كما لو كانت اصلا ايه يعني مش بالنسبه له مش الفابيتك فاداني -1. برضه لما يروح يدور من ناحيه اليمين هيلاقي برضه في كل دول ما فيش حرف الاي كابيتال فهيديني هيلاقي في ميري يعني في الاول هنا مش هيلاقي، وبعد كده في 15 مش هيلاقي، بعد كده ميري هيلاقي فيها كام؟ هو بيدور من ناحيه اليمين هياخد المسافات الاول ما فيهاش فاداني -1. 15 بعد كده ما فيهاش فاداني -1. بعد كده ميري هيلاقي ايه فيها؟ طب ايه ترتيبه الكام؟ ترتيبه الثاني يعني الاندكس الاول اهو فاداني 1. قال لي ده هو 1 ده يعني ايه؟ يعني ايه هو الحرف اللي ترتيبه الثاني في الكلمه. بعد كده بول ما فيهاش ايه كابيتال وبيتر ما فيهاش ايه كابيتال فاداني -1 وسالب 1 زي ما شفنا قبل كده. طيب تعالى ناخد مثال ثالث. بستدعي المكتبه بتاعتي بالطريقه اللي احنا عارفينها. بعد كده بقول له داتا هي عباره عن لسته وفيها مجموعه العناصر اللي احنا شايفينها قدامنا دي. وبعد كده بقول له برنت بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج اوف ار جاست اوف 20. الحاجات دي كلها خدناها قبل كده بس انا هنا بجيبها لك بطريقه السترينج الامر اللي هو موجود داخل الداله اللي اسمها سيريز واللي بطبيعتها موجوده داخل المكتبه اللي اسمها بانداس. هنا بقول له روح على كل عنصر من عناصر المين، روح على كل عنصر من عناصر الليست. بس بقول له ايه بقى في العناصر دي؟ بقول له اكتب الكلام على اليمين، اكتب الكلام على اليمين واحجز لي 20 كاركتر للكلمه دي، واحجز لي 20 كاركتر للكلمه او للكلام ده. ولو الكلام خلص روح زود فراغات بعدد الاحرف اللي باقيه او بعدد الكاركترز اللي باقيه يعني. وبالتالي هيروح يكتب الكلمه على اليمين لان انا قايل له ار جاست، قايل له ار ايه؟ ار جاست، فهيكتب الكلمه على اليمين. ولو الكلمة خلصت ولسه باقي كاركتر محجوزة هيروح يزود شمالها مسافات فاضية بعدد الأحرف اللي باقية من ال20 دول. كويس جدا. طب لما أقول له دوت سترينج أوف ال جاست وبرضه أقول له 20 بقول له اكتب الكلمة على الشمال واحجز لها 20 كاركتر وبالتالي هيروح يكتب الكلمة على الشمال ويزود يمينها مسافات فاضية بعدد الكاركترز اللي باقية من ال20 دي. وفي الحاله دي لما اقول له رن الجزء ده من الكود هيقول له والله في الاول انت كنت عايز نكتب الكلمه على اليمين كتبتها لك على اليمين اهو. وناخد بالنا مديها اندكس ليه؟ لان احنا شغالين بسيريز وسيريز عباره عن مصفوفه او جدول مفهرس. فاول كلمه هتاخد صفر، ثاني كلمه هتاخد واحد، ثالث كلمه. طيب حلو. كتب الكلمه بس انا هحجز لها 20 كاركتر. يبقى لو خدت بالك كده اهو هيحجز لها ايه؟ 20 كاركتر. يبقى هيديها مسافات فاضيه على الشمال. وهكذا مع كل عنصر من عناصر المصفوفه لغايه ما يخلصها او الليسته لغايه ما يخلصها. تحت بقول له ال جاست فبقول له اكتب الكلمه على الشمال واحجز لي منها قد ايه؟ واحجز لي منها مسافات فاضيه طالما الكلمه خلصت ولسه الكاركترز اللي انا حاجزها في الميموري ما خلصتش. في الحاله دي هيروح يحجز لكل كلمه 20 كاركتر، يكتب الكلمه على الشمال لان قايل له ال جاست، والباقي هيزود له مسافات فاضيه على مين؟ والباقي هيزود له مسافات فاضيه ناحيه اليمين. تعال ناخد مثال تاني. برضه بقول له import pandas as pd
وبعد كده عرفت برضه متغير اسمه داتا، حيث داتا عباره عن ليست وعناصرها بالشكل اللي احنا قلناه قبل كده. بعد كده بقول له برنت بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج دوت سنتر اوف 10. فاكرين ده كان بيعمل ايه؟ فاكرين. السنتر كان بيوسطن الكلام، ولو باقي فاضي بيروح يزود على اليمين والشمال مسافات فاضيه بعدد الكاركترز اللي باقيه. يبقى هو بيروح يكتب الكلمه في النص في الوسط بالظبط، ويزود يمينها وشمالها لو كان لسه باقي يعني كاركترز فاضيه، يزود يمينها وشمالها كاركترز ايه؟ مسافات فاضيه. طب لما اقول له دوت زي فيل اوف 5 كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يكتب الكلمه بتاعتي على اليمين ويزود شمالها اصفار، ويزود شمالها ايه؟ اصفار. كاني بقول له املى شمال الكلمه اصفار، يعني كل كلمه احجز لها 5 كاركتر، ولو اتبقى حاجه اكتب شمال، زود ايه؟ اصفار شمال هذه الكلمه. وفي الحاله دي لما كنت بروح ارن الجزء ده من الكود كان بيقول لي والله السنتر اهو، في الاول خالص السنتر انا عايز انفذ اهو، قال لي ادي السنتر. انا كتبت الكلمه في النص ورحت حجزت لها قد ايه؟ ورحت حجزت لها الباقي مسافات فاضيه، وهكذا مع كل عنصر من عناصر الليست بتاعتي. طب بالنسبه لزي فيل، قال لي والله انا هكتب الكلمه على اليمين، حلو، بس انا قايل له احجز لي 5 كاركتر، فلقى ان بيتر بتاخد 5 كاركتر فمش هيزود اصفار على شمالها. اما بول بتاخد 4 كاركتر وبالتالي هيزود لها 0 على الشمال. ماري تاخد 4 كاركتر هيزود لها 0 على الشمال. ال 15 بتاخد 2 كاركتر فهيزود لها 3 اصفار على الشمال. هنا مسافتين هيكتب مسافتين ويزود لها 3 اصفار على الشمال. ده بالنسبه للامر سنتر والامر زي فيل. كويس جدا. طيب لو جينا شفنا مثال ثالث برضه في مجموعه اوامر كتيره اخدناها قبل كده، بقول له import pantas as bd. كويس جدا. بعد كده بعرف المتغير بتاع اللي اسمه داتا اللي بحط جواها الليست بتاعتي اللي احنا عرفناها قبل كده، بيتر، بول، ميري، 15 ومسافتين فاضيين. تحت بقول له بي دي دوت سيريز اوف داتا دوت سترينج دوت از ابر. فاكرين الامر از ابر ده كان بيعمل ايه؟ هنا انا بساله هل كل الحروف كابيتال ولا لا؟ لان الامر از ابر كنت بساله على ايه؟ هل كل الحروف كابيتال ولا لا؟ بالتالي لو كلها كابيتال هيديني ترو، غير كده هيديني فولس. انت عارف حتى لو جيت انت رنيت الامر ده لوحده هيقول لك خد بالك، بيتر مش كلها كابيتال فاداني فولس، بول مش كلها كابيتال فاداني فولس، ماري كلها كابيتال فاداني ترو، ال 15 والمسافات طبعا مش كابيتال فاداني ايه؟ فاداني فولس. طب لما اروح اقول له دوت از لور، الامر از لور ده كان بيعمل ايه؟ بساله هل كل الحروف سمول ولا لا؟ بالتالي لو كلها سمول هيديني ترو، غير كده هيديني ايه؟ هيديني فولس. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده، طبعا الاولاني بسال از ابر فانا ماليش دعوه بيه، ده هو الخاص بمين؟ باز ايه؟ از لور. يبقى لو انا بقول له ده جاب تايتل معانا مش مشكله، فاللي قبل تايتل اللي هو الامر ده، فانا بقول له بيتر كلها ايه؟ كلها لور كلها سمول، فقال لي بيتر ترو. اما بول فبول فيها بي كابيتال فقال لي فولس. ميري كلها كابيتال فقال لي فولس. ال 15 والمسافات طبعا ايه؟ قال لي برضه فولس. بالمناسبه ناخد الامر از تايتل بالمناسبه لان هو هنا عمل معانا رنه تحت اهو. تايتل كنت بسال على ايه؟ از تايتل بقول له هل اول حرف في كل كلمه كابيتال ولا لا؟ فلو اول حرف في كل كلمه كابيتال هيديني ترو، غير كده هيديني فولس. لو رحت البيتر هل اول حرف فيها كابيتال؟ لا، فقام مديني فولس. بول هل اول حرف فيها كابيتال؟ قام مديني ترو. ماري هل اول حرف فيها كابيتال والباقي سمول؟ لا، ده كلها كابيتال، قام مديني برضه فولس. وال 15 والمسافات اداني ايه؟ اداني برضه فولس. طيب لما اقول له از سبيس، از سبيس بساله هل كلها فراغات ولا لا؟ لو مش كلها فراغات هيديني فولس، لو كلها فراغات هيديني ترو. عشان يظهر بس الناتج، لان الناتج هيبقى طويل، انا ممكن اخد السطرين دول من الكود احطهم كده بالشكل ده عشان ارن ايه؟ حتى سطر سطر. بقول له از سبيس، فانا هنا بساله هل كل عنصر كله مسافات ولا لا؟ فهيجي هنا على بيتر لا مش كلها مسافات هيديني فولس. بول مش كلها مسافات هيديني فولس.
ميري مش كلها مسافات، ال 15 نفس الحكايه، لكن هنا اخر عنصر مسافات فاداني ايه؟ فاداني ترو. بعد كده بقول له از ديجيت، بساله هل الاسترنج كله ارقام ولا لا؟ وفي الحاله دي لما رن الجزء ده من الكود، في الاول طبعا از سبيس ماليش دعوه بيه، هاخد الجزء الثاني ده، فانا بسال له از ديجيت هل كله ارقام؟ فبيتر مش كله ارقام فبقى فولس، بول مش كله ارقام بقى فولس، ميري مش كلها ارقام بقى فولس، ال 15 كلها ارقام بقى ترو. هنا دي مسافات ما بيفهمش، هي لا هي الفابيتك ولا هي نيوميريك، فبالتالي هي ايه؟ هي برضو فولس. لما اقول له از الفا، از الفا بساله هل السترنج كله الفابيتك ولا لا؟ وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده من الكود، طبعا از الفا هي اخر حاجه اهو، بيتر كلها الفابيتك فاداني ترو، بول كلها الفابيتك فاداني ترو، ماري كلها الفابيتك فاداني ترو، ال 15 كلها الفابيتك لا فقال لي فولس. المسافات بيفهمها انها مش الفابيتك فاداني ايه؟ فاداني فولس. لما اقول له از اي ال ان يو ام، الونم دي اللي هي ايه؟ الانم. الانم ديت هي عباره عن ايه؟ بساله هل الحروف في الاسترنج كلها الفابيتك وارقام ولا لا؟ كلمه الانم اللي هي الفابيتك نيوميريك، الفابيتك نيوميريك يعني كلها حروف وارقام ولا لا؟ وفي الحاله دي لو مش كلها حروف وارقام هيديني ايه؟ هيديني فولس. لو فيها حروف وارقام هيديني ايه؟ هيديني ترو. وفي الحاله دي لما رن الجزء ده من الكود، هروح على اخر حته في الرن الذي قال لي والله بيتر الفابيتك فترو، بول الفابيتك فاداني ترو، ميري الفابيتك فاداني ترو، ال 15 نيوميريك بس خد بالك بقول له ايه؟ بقول له الفا نم. الا نم يعني ايه؟ ايه ال نم يعني ايه؟ هي يا اما الفابيتك يا اما ايه؟ نيوميريك. وفي الحاله ديت ال 15 نيوميريك فاداني ترو، اما المسافات لا هي نيوميريك ولا هي الفابيتك فاداني ايه؟ فاداني فولس. طب لما اقول له از ديسيمال، اس ديسيمال بسأله هل الاسترنج فيه أرقام عشرية ولا لا؟ هل الاسترنج فيه أرقام عشرية ولا لا؟ وفي الحالة دي لو حبيت أرن هيقول لي إيه؟ هيقول لي والله أنت عندك آخر رن أهو، بيتر لا ما فيهاش أرقام عشرية، بول ما فيهاش أرقام عشرية، بي ما فيهاش أرقام عشرية، ال 15 فيها أرقام عشرية لأنها ديسيمال فاليو فاداني ترو، والمسافات فاداني فولس لأن ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش أرقام عشرية. بعد كده بقول له از نيوميريك، از نيوميريك بساله هل الاسترنج فيه ارقام عدديه ولا لا؟ هل الاسترنج فيه ارقام عدديه ولا لا؟ وفي الحاله دي لما اقول له رن هيقول لي والله بيتر ما فيهاش فولس، بول ما فيهاش فولس، ميري ما فيهاش فولس، 15 فيها فهي ترو، والمسافات ايه؟ والمسافات فولس. لما اقول له ابر بساله هل ايه؟ بقول له بعد اذنك خلي الاسترنج كله عباره عن كابيتال كاركتر. ابر يعني ايه؟ بقول له دوت ابر معناها بقول له خلي الاسترنج كله كابيتال ليتر، خلي الاسترنج كله كابيتال ايه؟ كابيتال ليتر. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده من الكود، هاجي على اخر رن اهو، بيتر خلاه كله كابيتال، بول خلاه كله كابيتال، ميري خلاها كلها كابيتال، ال 15 طبعا رجعها زي ما هي، والمسافات رجعها زي ايه؟ زي ما هي. طب لما اقول له سترنج دوت كابيتالايز، كابيتالايز بقول له بعد اذنك خلي اول حرف كابيتال والباقي سمول، خلي اول حرف كابيتال والباقي سمول. وفي الحاله دي لما اجي ارن الجزء ده من الكود هيخلي لي اول حرف كابيتال في بيتر اهو، خلى البي كابيتال والباقي سمول، بول هي كده كده كابيتال فخلاها كابيتال والباقي سمول، ماري على الرغم ان هي كلها كابيتال خلى اول حرف كابيتال والباقي سمول، ال 15 زي ما هي والمسافات رد بيها زي ما هي. طب لما اقول له لور بقول له بعد اذنك خلي الاسترنج كله سمول، خلي الاسترنج كله ايه؟ كله سمول. وفي الحاله ديت لما رن هيديني الاسترنج كله سمول، حتى لو ناخد بالنا ميري بعد ما كانت كلها كابيتال خلاها ايه؟ خلاها سمول، وبول بعد ما كانت البي الاولى كابيتال خلاها برضو ايه؟ سمول. لما اقول له سواب كيس معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك بدل الحروف الكابيتال خليها سمول، والسمول خليها ايه؟ والسمول خليها كابيتال. وفي الحاله دي لما ارن هيخلي الحروف السمول كابيتال، ويخلي الحروف الكابيتال سمول، ويعكس كده، الكابيتال يخليه سمول والسمول يخليه كابيتال. ده بالنسبه للامر اللي اسمه ايه؟ ده بالنسبه للامر اللي اسمه سواب كيس. الاوامر دي كلها خدناها قبل كده،
لكن احنا دلوقتي بنشوف ازاي نجيب الاوامر دي عن طريق ال الامر اللي اسمه str او string، اللي هو موجود في الداله اللي اسمها سيريز، اللي بطبيعتها موجوده داخل المكتبه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها بندس.